أكدت كرة القدم الإسبانية مرة أخرى علو كعبها على نظيراتها الأوروبية في مسابقة دوري الأبطال. المواجهة تتجدد بين قطبي مدريد في نهائي دوري الأبطال بميلانو لتكرس الأندية الإسبانية سيطرتها على المسابقة في السنوات الثلاثة الأخيرة. مدريد الإسبانية احتلت منذ زمن أراضي القارة العجوز ونصبت نفسها ملكة على مملكة الكرة في أوروبا. كرة إسبانيا شنت حروبا أسقطت في طريقها أعتى المنافسين وأشدهم ضراوة، فأكد التاريخ أن أبعد الأدوار في المسابقات الأوروبية لم تعد عصية على فرق إسبانيا. إسبانيا التي غزت القارة الأوروبية سيطرت على نهائي دوري أبطال أوروبا منذ 3 مواسم، واللقب سيبقى إسبانيا للعام الثالث على التوالي بعدما ضرب ريال مدريد موعدا مع جاره اللدود أتلتيكو في ميلانو في إعادة لنهائي عام 2014 الذي انتهى بتتويج الفريق الملكي باللقب العاشر. صحيح أن سعي الريال وراء اللقب 11 يبقى محفوفا بمخاطر مجابهة دهاء جنرال الروخ بلانكوس دييغو سيميوني الذي نجح على مدى سنوات مضت في صنع كتيبة باتت متخصصة في قهر كبار القارة، وما من دليل أكبر من إسقاط حامل لقب برشلونة وكبير البوندسليغا بايرن ميونخ، إلا أن حظ ريال مدريد يظل قائما بتواجد المايسترو زين الدين زيدان. زيزو نجح في ظرف 4 أشهر في إنقاذ ريال مدريد من الغرق في سلسلة النتائج السلبية، حيث عاد من بعيد لينافس على اللقب، كما أن الفرنسي نجح في المضي قدما صوب إنجاز نهائي تشامبيونز ليغ الكبير بعدما أعاد الهدوء وزرع الحماس في قلعة الميرينغي، وهو ما لم يتوقعه أكثر المتفائلين. الذي نجح على مدى سنوات مضت في صنع كتيبة باتت متخصصة في قهر كبار القارة، وما من دليل أكبر من إسقاط حامل لقب برشلونة وكبير البوندسليغا بايرن ميونخ، إلا أن حظ ريال مدريد يظل قائما بتواجد المايتليتيكو في ميلانو في إعادة لنهائي عام 2014 الذي انتهى بتتويج الفريق الملكي باللقب العاشر. صحيح أن سعي الريال وراء اللقب 11 يبقى محفوفا بمخاطر مجابهة دهاء جنرال الروخ بلانكوس دييغو سيميوني. أكدت كرة القدم الإسبانية مرة أخرى علو كعبها على نظيراتها الأوروبية في مسابقة دوري الأبطال. المواجهة تتجدد بين قطبي مدريد في نهائي دوري الأبطال بميلانو لتكرس الأندية الإسبانية سيطرتها على المسابقة في السنوات الثلاثة الأخيرة. المسابقات الأوروبية لم تعد عصية على فرق إسبانيا. إسبانيا التي غزت القارة الأوروبية سيطرت على نهائي دوري أبطال أوروبا منذ 3 مواسم، واللقب سيبقى إسبانيا للعام الثالث على التوالي بعدما ضرب ريال مدريد موعدا مع جاره اللدود مدريد الإسبانية احتلت منذ زمن أراضي القارة العجوز ونصبت نفسها ملكة على مملكة الكرة في أوروبا. كرة إسبانيا شنت حروبا أسقطت في طريقها أعتى المنافسين وأشدهم ضراوة، فأكد التاريخ أن أبعد الأدوار في المسابقة